الدجاج والازوله من بعد كنديرو في الطاسه. وبالنسبه نتوما دابا الاهميه ديالكم جيتو باش تعرفوا الازوله حيت هي ليسونسيال، كتحسنوا يعني لا غلوباليتي ديال هادشي كامل. والاهميه ديالته كتكمن في انه انت درتي كسيبه، ولكن خصك باش تغديها باش تقتص، باش حيت فين كاين الارباح؟ كاين في التغذيه. الا نقصتي في الكونسوماسيون ديال التغذيه راه نورمالمون يعني كيرجع عليك بالعائد ديال الارباح. وهذا الشيء اللي فكرنا فيه ودرنا الازوله وخدمنا بها يعني مزيانه. بالنسبه للقنيه الاخوان والاخوات كنعطيو ليها الازوله ناشفه، يعني كتنشفها واحد 72 ساعه وكتعطيها القنيه. في نفس الوقت كتعطيها بواحد 40%، ما باقي كتعطيها علف مركز، يعني ما كتعطيهاش 100%. عطينا بعدا التركيبه ديال الحوض، كيفاش كنزرعوه، كيفاش كننتجو منه. غير نشرح لهم هاد سي الطريقه ديال الكونسوماسيون ان شاء الله غندخل باش نشرح لهم طريقه الزراعه وكيفاش غتنتج بها. بالنسبه للدجاج يمكن لك توصل مع الدجاج حتى ل 70%، يعني حيت الدجاج نورمالمون ما عندوش اشكال ماشي بحال القنيه. وبالنسبه للغنم البقر كلشي كتعطيها ليها خضره، غير كتاخذ كتخليها كتفطر واحد ساعه يعني في الحوض وكتعطيها ليهم. غندوزو دابا ان شاء الله لطريقه الانتاجيه. الطريقه الانتاجيه سهله، يعني ماشي شي حاجه صعيبه، كتحتاج غير بلاصه كما كتشوفوا دابا. والحوض يا اما كتحفرو بحال هاد النماذج دابا، كتحفرو ها هما النماذج اللي مازال خاويين الا كتشوف فيهم. كدير حوض هكا، كاين عندهم مثلا بلاصه قاصحه يمكن يخدم فيها زوج. كاينين عده طرق اللي ممكن تخدموا بهم، ولكن بالاحسن تنقص التكلفه ياك. بالاحسن يخدموا يعني الشخص بديك الطريقه مزيانه. في نفس الوقت كدير ديك البلاستيكه وكدير فيه 20 سنتيم حتى 30 سنتيم ديال الماء، كدير فيه